ليه تشتريه من بره بسعر غالي لما ممكن نعمله في البيت بتكلفة أقل؟ هنعمل 10 برامات حجم وسط، تقريبا كده مش هيكلفوكي 300 جنيه. هتعمليها بالفراخ والرز والقشطة وهتظبطيه على الآخر. أول حاجة خالص كده بجيب ده كيلو بانيه بقطعه صغير، طبعا تكوني غسلاه كويس ومنشفاه. هقطعه مكعبات تقريبا قد الليمونة كده. كمان مش هتبله اي حاجة خالص غير على النار. بعد ما اخلص كده ممكن تعمليه في برام واحد على فكرة كبير، بس انا فضلت ان انا اعمل من اللي هو البرامات الصغيرة دي. اول حاجة كده بحط الجريل على النار وبنزل فيها بمعلقة سمنة بسيطة يا دوب تبقى تحت الفراخ بس كده. بعد ما تسخن كويس نزلي الفراخ واحدة واحدة، مش كلها مرة واحدة عشان ما تنزلش مية معاكي. هنا كنت غاسله الرز بوريهولكوا اهو، كان نشف كمان. يعني انا بحب اغسل الرز كده واسيبه ينشف براحته، خصوصا لو الرز المدسوس ده او الرز المعمر. بعد ما الفراخ بتاعتي ابتدت تاخد لون كده ومش عايزاها تبقى مستوية خالص، عايزاها تبقى نص سوا بس، هرش عليها رشة فلفل اسود ورشة ملح بسيطة. هاخدها تقليبة بقى كده وهركنها على جنب. تاني حاجة هكون مخرطة بصلتين متوسطين كده، واحدة حمراء وواحدة بيضة، الاتنين بيعملوا ميكس كده مع بعض حلو. هرش عليهم بقى حاجة بسيطة خالص من التوابل، هحط بس ملح وفلفل وكمون. الفلفل والكمون بيعملوا طعم مع بعض كده حلو قوي، وخصوصا مع البصلة دي. ادعكيها بقى بايديكي على قد ما تقدري علشان تدبل كده، ما تبقاش باينة في قلب الرز. بعد كده بحط الرز بتاعي وبحط مقدار السمنة. دايما الرز اللي بيبقى كويس كده، والملح والفلفل والكمون وكل حاجة. اللي هتملي بقى اول حاجة خالص بجيب البرامات او الطواجن بتاعتك، وبحط في كل واحدة شوية سمنة كده. بتخلي الرز ما يلزقش خالص، يعني تقدري تقلبي الطاجن بتاعك في طبق تاني كده مش هتلاقيه ماسك ابدا. فهنا انا كنت بحاول اعمله بايدي كده، لقيت الموضوع مش بالمعلقه لقيت الموضوع مش ماشي. قلت لا احنا نديها بايدينا كده، خلينا ايه نخلص. ادعكي او يعني ادهني الطروف بتاعته كده، الجوانب بتاعته والارضيه. بعد كده بجيب الفراخ، اول حاجه بعملها ما تحطيهاش فوق ولا في النص، لانها بتعوم على وش الرز، فانتي حطيها تحت خالص. وزعي بقى على قد ما انتي عايزه كده على البرامات، وزي ما بقولك ممكن تعملي كله في طاجن واحد. حطيتها تحت اهوت، وبعدين هحط الرز عليها. الرز بالفراخ يكونوا يعني في نص بالظبط البرام، ما تزوديش عن كده، لان لسه هنحط اللبن علشان ما يفرش معاكي في قلب البوتاجاز ويقعد بقى يطلع كده دخان ويبقى نفسه مش حلو. ده كان اللبن. وكنت لازم تحطي عليه ميه. لو حطيتي اللبن بس كده الرز صويا بتتنيها معاكي، يعني مفلفله قوي، يعني مش مفلفله بس، تقريبا ما بتبقاش مستويه كده. مهما تزودي لها شويه لبن تاني خلاص بقى بتبقى رخمه. فانتي لازم تحطي كوبايه ميه مع اللبن. هنا بقى برضو ما تمليش الطواجن لبن قوي علشان ما يفرش معاكي. اهم حاجه بقى معلقه القشطه دي. معلقه القشطه دي بتوديه في حتة تانية، نفسه بيبقى تحفة. كنت قايدة الفرن على درجة حرارة 200 ومسخناه قوي، وطبعا حطيته في قلب صاجة زي ما انتوا شايفين كده او الصينية كبيرة، علشان اتحكم فيها واعرف اشد الصينية اديرها كده. بتحطيها تحت الشواية فوق الاول على ما الوش يحمر، وبعدين تنزليها في ارضية الفرن، هيطلع معاكي بالشكل ده وبألف هنا.